يا صباح الحياة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحماء يرحمهم الله. الجملتين دول يعني أول حاجة جم كده في عقلي ورددتهم بيني وبين نفسي لما تعرضت للموقف اللي هحكي لكم عليه دلوقتي. أنا كنت راكبة عربية تونية دي عربية 7 راكب كده، اللي ما يعرفهاش كده اللي بره اسكندرية يعني ما يعرفش. المهم أنا كنت راكبة جنب السواق، وفي نص السكة كده شاوروا طفلين كده عشان يركبوا. الطفلين دول مثلا 11 12 سنة، وجايين تقريبا جايين من المدرسة، يعني لان هما ماسكين شنط المدرسة، الله اعلم مروحين رايحين درس، الله اعلم بيهم. المهم ان هما ركبوا ورا السواق، ورا السواق كان فيه نفرين فاضيين يعني كرسيين. المهم ركبوا وبيبعتوا لي الفلوس، فلقيت السواق بص في الفلوس كده وبيقول لهم ايه ده، فقالوا له حضرتك خد نفر. فانا بصيت كده ورايا فلقيتهم حبايبي قاعدين على حجر بعض، وسايبين النفر التاني يعني لو حد هيركب. فراح جاي السواق كده بغضب يعني وكده، راح جاي قال لهم لا لا لا، ما ينفعش، انتوا اتنين، ما ينفعش تدفعوا واحد. فالمهم فاحنا سريعا كده اللي قاعدين في العربية قلنا له قلنا لهم لا خليكم، وكنا يعني اللي هيدفع يعني النفر التاني. والله يا جماعة زي ما بقول لكم كده، الولاد عزة نفسهم راحوا جايين قايلين لا شكرا ونزلنا. يعني مرضوش يخلوا حد يدفع لهم. وانا في اللحظة دي قلت طب السواق هيخلي عنده دم وهيقول لهم لما شاف موقفنا، يعني هيقول لهم لا طب خلاص خليكم. فما عملهاش، وراح جاي مديهم رجع لهم الاجرة اللي دفعوها ونزلهم. انا بكلمكم بقى على الاجرة كام؟ مثلا 3 جنيه، لان هم مثلا الاجرة اصلا من اول الخط لاخره 4 جنيه. فهم مثلا نقول لولاد اصلا راكبين من نص السكة، يعني مثلا المفروض يعني يدفعوا 2 جنيه ونص، بالكتير 3 جنيه. نزل طفلين من العربية، الله اعلم بيهم، جايين من المدرسة تعبانين رايحين درس، الله اعلم بيهم، معهمش غير ال3 جنيه دول، نزلهم علشان 3 جنيه. يعني وعمالين نقولوا يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا ازاي واحنا اصلا مش رحماء ببعض، الا من رحم ربه طبعا. يعني اكيد الواحد بيشوف برضو ناس كويسة وبيتعرض لمواقف حلوة، بس بجد الموضوع استفزني وزعلت اكتر وحزنت عشان خاطر عزة نفس الولاد دول، والله العظيم. يعني قلت يعني ما شاء الله عليهم، عندهم عزة نفس انهم مش عايزين حد يدفع لهم ونزلوا. طب انت بقى، انت عالم بيك خطوتين ايه اللي يحصل؟ والله الواحد ما بيتمنى حاجة وحشة لحد، بس هو انت عارف يعني ال3 جنيه اللي انت نزلت بكسرت خاطر طفل مثلا عشان 3 جنيه، انت عارف ممكن ممكن ايه اللي يحصل؟ ساعات ربنا بيحطنا في امتحانات واختبارات هي تبان من بره بسيطة وسهلة ان اي حد يعدي منها، بس هي فعلا بتبقى صعبة ويعني وفعلا بتطلع أسوأ أو أحسن ما فينا، فعلا والله العظيم. يعني فعلا الواحد دايما بفتكر الآية القرآنية اللي بتقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني أنا بقول أنا مع ربنا، لا ومشغل إذاعة القرآن الكريم، يعني ما شاء الله. آه فده اعتبره يعني ممكن كان اختبار ليك، ان ربنا بيمتحنك او بيختبرك في شيء ما يعني، وانت سقطت في الامتحان. حقيقي ساعات ربنا بيحط لنا في اختبارات وامتحانات تبان من بره ان هي سهلة، بس للأسف يعني بنجيب فيها زيرو، الا من رحم ربه برضه. ف يا رب رحمتك بينا.